ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايين هنخلل مع بعض السردين وهنخلل مع بعض الفسيخ بطريقه سهله وبسيطه وهتعجبكم خالص. اول حاجه بنبدا بسم الله الاول. اول حاجه انا جبت السردين، غسلته كويس، فتحت شلت الراس وفتحت القلب وشلت شلت القلب كله. وبعد كده جبت طبق فيه نص ليمون، ليمونه كامله، عصرتها في الميه، وبعد كده نزلت فيها في السردين وغسلته ونشفته زي ما احنا شايفين كده على شبكه. انا كانت عندي شبكه اللي هي الشوايه بتاعت الشوي، جبتها وحطيت تحتيها صينيه وبدات ان انا نشرت عليها السردين بعد ما شطفته كويس. وسيبته بقى يتصفى لمده 3 ساعات او 4 ساعات. جبت البوري برضو بتاعي، غسلته كويس من النغشيش وطلعت التراب فيه. طلعت التراب اللي في النغشيش الرمرة، وغسلته كويس. وبعد كده جبته قلبت على بقه، على يعني الراس تحت، والديل من فوق، وسيبته بقى يتصفى وينزل المية اللي احنا شايفينها دي كلها. ما تنسيش بقى لايك كتير للفيديو، علشان هعمل لكم فيديو جديد تاني هنشوف الفسيخ بتاعنا وصل لايه والنتيجة طالعة ازاي، والسردين كمان. بعد ما سبته بقى نشف، انا غسلته من الساعة 12 الظهر وسبته لحد الساعة 6 اخر النهار كده، وبدأت ان انا انشفه زي ما احنا شايفين. جبت فوطة نظيفة وبدأت ان انا احط السردين بتاعي ده. انا جبت نص كيلو سردين وقلت اجربه معاكم ونشوف النتيجة ايه، علشان ايه هنكرره تاني باذن الله. جبته كده وعماله اقلب بقى كل شويه من على الناحيه، وانشف فيه كويس، وانشف في القلب كويس، في قلب السمكيه. وبدات ان انا اهم حاجه انشفه كويس تماما. بعد ما نشفته اتاكدت ان هو نشف تماما السردين معايا ما فيهوش ولا نقطه ميه. جبت ملح رشيدي، الملح الخشن، حوالي 4 معالق كبار من الملح الخشن. احط عليهم معلقه كبيره من الكركم، احط معلقتين كبار من الشطه وهقلبهم مع بعض. ودي هتبقى الماده اللي احنا هنعمل بيها السردين بتاعنا. قلبته كويس كده. يبقى جبت ملح رشيدي، معلقه كركم، معلقه كبيره، معلقتين كبار من الشطه. جبت السمك بتاع السردين وبدات ان انا احط كده في القلب بتاعه، وبدات ان انا احط في الوش والظهر. وجبت كيس معايا هبدأ احط فيه شوية من الشطة والملح والكركم، وهبدأ ان انا احط السردين بتاعي، احط واحدة عكس التانية، كل واحدة وعكس التانية. تمام. يا رب كده الفيديو يكون شرح نفسه وكده ايه، نبقى ايه كده شايفين قدامنا. يلا بقى ابدأي انت وهي، خليلي الفسيخ وخليلي السردين، بجد حلو خالص تحت غلاء الاسعار. دلوقتي الفسيخ بيتباع الكيلو ب250 و300 جنيه. طب ليه؟ احنا بقى الست الشاطرة الموفرة تجيب في البيت وتعمل في البيت وتخلل، احنا مفيش اي حاجة تقف قصادنا. جبنا الفسيخ وجبنا السردين وخللناه مع بعض وهيطلع جميل خالص، احسن من البيت، احسن من بره بكتير خالص. يعني تعمليه في البيت ضمنا النظافة، ضمنا ان هو طالع طعمه جميل، ضمنا ان هو هيطلع حلو خالص معاكي. اول كيس كده بدأنا زي ما احنا شايفين. اهم حاجة طلعت الهواء من الكيس، اول كيس وقفلته كويس. وبعد كده جبت الاسترتش راب ولفيته كويس خالص، وجبت تاني كيس وهبدأ برضو ان انا احطه واطلع منه الهواء كده اهو كده زي ما احنا شايفين، او هربطه. طلعت منه الهواء، اتأكدت ان الهواء طلع، واجيب الكيس التالت. هما 3 اكياس بس، يعني السردين انا بلفه في 3 اكياس بس، مش زي البوري بحطه في حوالي 5-6 اكياس كده. اتاكدت ان الهواء طلع تماما ولفيته بالاسترتش راب اخر حاجه. وبعد كده جبت علبه محكمه الغلق بالغطا وقفلتها. وكل يوم بقى هقلب كده، هقلب يعني مره على وشه ومره على ظهره. كل يوم هبدا ان انا هقلبهم لمده اسبوع او 10 ايام، هتاكلي احسن سردين
ممكن تاكليه في البيت، واحسن من بره بكتير. كده خلاص خلصنا السردين، يلا بينا نخش على البوري. انا جبت المناديل وبدأت كل شوية من الوقت التاني احط في النغشيش المناديل تشفط الدم وتشفط المية، واتأكدت ان مفيش ولا دم ولا مية خالص في النغشيش ولا في السمكية نفسها. بصوا، اهم حاجة تتأكدي ان السمكية، بصوا ان السمكية ما فيهاش نقطة مية. هبدأ بقى ان انا بصوا اللي تعرفوا السمكية البوري النضيفة اللي هي البلدي ازاي تعرفوها من النغشيش بتاعها، تبقى محمرة زي ما احنا شايفين، وتبقى الراس بتاعها مبططة وعينيها بتلمع كده. طبعا انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا بعمل مساج. ايوه لازم ادلعها طبعا، يعني هي السمكية كمان ما تتدلعش، لا لا ادلعها. جبت السمكية بهزر معاكم. جبت السمكية عملت لها مساج كده علشان خاطر السلسلة تفك من اللحم بتاع السمكية، وتبقى معايا اول ما افتحها كده تبقى السمكية السلسلة بتاعت السمكية تبقى فاصلة عن السمكية، تبقى فاصلة عن اللحم، فاهمين قصدي؟ جبت بقى الملح الرشيدي وجبت شطة، بس مش هحط بقى للفسيخ، مش هحط له كركم، لكن انت لو حابة تحطي كركم عادي. انا بستكفى بس بالملح والشطة، يبقى كتر الشطة علشان الشطة دي مادة الحفظ بتاعت السمك معايا. هبدأ بقى احشي النغشيش كويس من ناحيتين، وكمان بقها احشيها شطة وملح كده كويس. بصوا البوري بيقعد معايا من 15 يوم او من 17 يوم ل20 يوم. تمام. هبدأ بقى احط الملح والشطة كده على الوش وعلى الظهر كده، غرق السمكية ملح بشطة. وجبت اول كيس حطيت فيه شوية شطة بملح، وهبدأ احط على السمكية كده، هحط عكس الراس، يعني الراس من ناحيتي احط ناحيتها الديل. تمام زي ما احنا شايفين كده في الفيديو. طبعا حطيت ملح وشطة كده زي ما احنا شايفين اهو. وهبدأ بقى ان انا هقفلها، هحط كمان ورقة رورة معايا، وكمان في السردين انا حطيت ورق رورة. ليه ورق رورة؟ عشان ما يطلعش معايا، ما تشميش ريحة الفسيخ. تمام، هو بيتخلي ما يبقاش ليه ريحة خالص. حطيت ورقة واحدة بس من ورق الرورة، مش هيدي طعم، ما تخافيش، ولا هيدي اي حاجة خالص للسمكية. هبدأ طبعا هطلع اهم حاجة الهواء، طلعت الهواء ورحت ربطها كده. تمام، ربطها كويس، ورحت هلفها بورق الاسترتش راب كده كويس. لو حابة ان انت تلفيها بورق ألمونيا، ورق اللي هو الألمونيوم، لفيها بورق الألمونيوم. تمام، لفيتها بالاسترتش راب كده. وهبدأ تاني كيس وهطلع منه الهواء كويس والفها كده، او هربطها كده. تاني كيس، تالت كيس. المهم هقعد هلفها في حوالي 6 اكياس. البوري لفيته في حوالي 6 اكياس كده زي ما احنا شايفين. واخر كيس بقى هلفه بالاسترتش راب، يعني ده اخر كيس لفيته بالاسترتش راب. طبعا عندك علبة على مقاس السمك بتاعك حطيها، لكن انا دي اكبر علبة فطبعا مش داخله كويس، فهي دي اللي بخلي فيها كل مرة كل سنة، فيطلع معاكي حلو خالص. حطيه بقى فوق الدولاب في المطبخ من جوه، فوق الدولاب المطبخ من فوق او في الدولاب من جوه، وهيقعد 20 يوم او 17 يوم وتفتحي عليه، يعني علشان من سين باذن الله هبقى فاتحه عليه وهصور لكم الفيديو. لكن السردين اسبوع او 10 ايام هفتح وانضفه وهحطه في التلاجة. تمام، يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تدعموني لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس. باي.